أصحابي، فيديو جديد في ليدي مرمر. ازيكم؟ وحشتوني جدا. قعدنا النهاردة عن مجموعة من الأفكار لتنظيم وترتيب حياتنا. في حبة حاجات كده ينفع يتنظموا بطريقة معينة علشان تكون الدنيا أسهل. الفكرة الأولى وهي عن العسل. علميا عرفت ان العسل ما ينفعش نحط المعلقة الاستانلس جوه برطمان او علبة العسل، لان ده مش صح علميا يعني. ويفضل استخدام المعلقة الخشب. انا ما كانش عندي متوفر معلقة خشب، عشان كده استخدمت اللي هو الديسبنسر ده، اللي هو بيتحط فيه الكاتشب والمايونيز. بقيت احط فيه العسل بتاعي، بفضي فيه البرطمان، بيشيل تقريبا برطمان نص كيلو، وبستخدمه في اني بنزل العسل كده مباشرة على الحاجة اللي انا هحطه فيها. ده بيسهل عليا على فكرة، وانضف واسهل كتير، وكمان استفدت بفوائد العسل كاملة. الفكرة التانية وهي عن اكياس الساندوتشات. كان عندي كمية من اكياس الساندوتشات مش موجودة في رول، اللي هي بتتباع سايبة كده او بالكيلو. بتعمل دربكة لو حطيناها جوه درج المطبخ او حاجة، وبتكعبلوا كده ويتبهدلوا. فانا استخدمت الحقيقة العلبة بتاعة المناديل فيها. برضو العلبة دي كانت عندي وما كانتش نافعة للمناديل، لان مش مظبوطة قوي، الغطا بتاعها بيترفع ويتشال. فحطيت فيها المناديل الاكياس الساندوتشات، وتتسحب بمنتهى السهولة، وشكلها جميل ولطيف كمان. فكرتنا الثالثة وهي عن الأسلاك بتاعة الأجهزة أو بتاعة أي جهاز بنستخدمه. بتعمل دربكة كده، وبقى مش من السهل إن احنا نلف السلك على الجهاز. فأنا استخدمت التوك المشبك دي بتاعة البنانيت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بتبقى ألوان وأشكال كده، بإني بجمع بيها الأسلاك والفهم كده. ده بيخليني أسحب أي جهاز من الضلفة بتاعته بمنتهى السهولة، ما يتكعبلش ويبوظ كمان. الفكرة الرابعة هي عن الرفايع الموجودة عندنا في المطبخ. أنصحك إنك تعملي علبة للرفايع كده. العلبة دي أنا مستخدمة فيها كل الرفايع بتاعة الحلويات. عايزة أوريكم العلبة، وعايزة أوريكم شايلة قد إيه كمية حاجات. شايلة مثلا القطاعات دي أشكال وأحجام مختلفة، شايلة العلب بتاعة الكب كيك دي أو بتاعة التارت الصغيرة، وكمان الورق بتاع التارت. شايلة كمان المشابك دي بتاعة الأكياس. شايله كمان من تحت قطاعات، شايله كميه حاجات كبيره جدا. الحاجات دي لو ما اتجمعتش في علبه بتتنطور شمال ويمين، بتعمل دربكه جوه الادراج او جوه الدواليب، وكمان ممكن حاجه تضيع كده او كده. علشان كده الافضل ليها انها تتجمع في علبه كده بشكل منظم ومرتب، وتبقي عارفه لما تحتاجي الحاجه هترجعي لها في مكانها، ومجرد ما تستخدميها وتنضفيها برضو هترجعيها في نفس مكانها. اما الفكرة الخامسة فهي عن الصابون القطع اللي بنستخدمه في الحمام. الصابون ده لو اتحط على الصبانة بتاعته بيتبل مع الاستخدام، بيبوش كده وبينزل، بيدوب، ويبقى شكله مش حلو خالص وبيبهدل الدنيا. انا استخدمت له قطعة من السفنج تحت الصابونة، بتاخد المية والصابونة بتفضل بشكلها نظيفة ومنظمة. الفكرة رقم 6 وهي عن مساحة الإزاز دي. دي مش بتستخدم بس في تنظيف الزجاج والمرايات، لكن كمان ليها استخدام عندي جوه المطبخ، وهي إني بنظف بيها الرخامات. يعني مثلا هنشوف دلوقتي هعمل إيه. هغسل الرخامة بتاعتي عادي بالسبونشة وبالمية والصابون عادي جدا، أسهل من إني ألم بفوطة الصابون ده كله. عايزة أوريكم المساحة العجيبة السحرية دي. بتلم الصابون بشكل حلو جدا، شايفين؟ بتنضفه وبتنشفه كمان. ألم الصابون بيها بتبقى حلوة جدا، عملية في استخدامها، سهلة خفيفة. لما تكون عندك واحدة صغيرة زي دي جوه المطبخ هتعجبك جدا وهتريحك، واستخدامها نظيف جدا. الفكرة السابعة وهي عن استغلال كل ما فسفوسة عندنا في المطبخ وجوه البيت. دي الضلفة بتاعة الكوبايات اللي هي بتبقى فوق الحوض تقريبا، بتبقى مطبقية كده من الاستانلس. انا استغليت الجزء الصغير ده اللي ما بين المطبقية وما بين الفريم بتاع الدولاب نفسه. دي بتبقى مصفى كده تحت الكوبايات، وتحتها كده في بقى الاطار بتاع الدولاب، في فراغ بينهم. انا استغليت الفراغ ده وحطيت فيه القطاعات البلانشات بتاعتي اللي بستخدمها في المطبخ. الفكره الثامنه وهي العلاقات دي اللي انا استخدمتها جوه الدولاب بتاعت الدواليب. العلاقات دي اللي هي بتبقى بضغط الهواء مش بالستيكر، دي افضل من اللي بتبقى بالستيكر وتتلزق لانها مش عمليه. شايفين انا معلقاها في الظرف من جوه، معلقه فيها رفايع كتير ملهاش مكان جوه الدواليب جوه الادراج، فحطيتها في الدواليب من جوه.
الفكرة التاسعة معايا وهي عن رف جوه الدواليب. الرف ده انا استخدمته لان عندي حاجات كتيرة عايزة انظمها جوه الدواليب ومش مكفيها. شايفين الرف لو حاجة شبه كده معدن او بلاستيك حتى، استغليته فوق وتحت، وفر لي مساحة كبيرة. الفكرة العاشرة وهي استخدام البورتفوليو اللي قدامكم ده او الفولدر بتاع الملفات. ده كان عندي، كان بتاع بنتي في المدرسة خلاص مش بتستخدمه، فانا استغليته. ده بيبقى شكله من جوه كله ملفات فايلات كده. استخدمته في حفظ الاوراق المهمة، شهادات الميلاد، شهادات تخرج، اي حاجات مهمة احنا محتاجين نحتفظ بيها تبقى متنظمة كده، وكل فايل فيهم فيه حاجات يعني حد من العيلة، يعني حد من الاسرة. بكده انا اكون حافظت على الاوراق دي من الضياع ومتسوية ومظبوطة. في شكل تاني كمان للفولدر ده، بيبقى شكله كده شبه الكتاب كده بيتفتح، او زي الكفر مثلا كده، بيبقى كله برضو شيتات كده من جوه تقدري تحفظي فيه كل الاوراق المهمة. برضو ده مهم جدا. ده بتاع بنتي بتاع المدرسة، بس حبيت اوريكم الفكرة. انا كده خلصت افكاري بتاعت النهاردة. يا رب اكون فدتكم وساهمت ولو بفكرة بسيطة من ال10 افكار تقدر تساعدك في ترتيب وتنظيم حياتك. باي باي.